اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. زي ما انتم عارفين دايما بجيب لكم الحاجات الجديده جدا. دلوقتي انا بالنسبه لي كونفي بقى كامل. يعني انا كانت اخر حاجه بالنسبه لي كنت بروح لها للفوتوشوب هو الكومبوزيتنج. ف او حتى لما اجي اعملها في كونفي كانت بتبقى حاجه صعبه جدا انك انت تدمج صور مع بعض وتعمل الصور مع بعض. دلوقتي ظهر النود الجميله اللي انا هوريها لكم قدامنا دي. تقدر تحط فيها لحد 8 صور زي نظام اللاير بتاع الفوتوشوب بالظبط. مش بس كده، تقدر بقى تاخد الصور دي وتقدر تحركها هنا جوه كونفي، تكبر تصغر، تجيب ده ورا تجيب ده قدام. بص، وبعد كده طبعا انت عارف ايه اللي هيحصل. دخلها هنا عشان في الاخر يطلع لك صورة بنفس الكومبو. بص، النهارده الموضوع هيعجبك جدا جدا جدا. لان خلاص يعني هو ده هتبقى اخر حاجه، والامثله اللي هنعملها هتعجبك قوي قوي قوي. ما اعتقدش ان انا هستخدم فوتوشوب تاني يعني. بص، تمام. عشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، اول حاجه احنا الورك فلو بتاعتنا احنا بنستخدم فلكس مينيا. انا بستخدم فلكس مينيا في، وبنستخدم هنا الاف بي 8 كمودلز اللي هنتعامل بيها النهارده في الحلقه بتاعت النهارده يعني. النود الجديده دي بتاعتنا بتعمل ايه؟ النود دي متقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هو الجزء اللي انت هتحط فيه الصور زي نظام اللاير بتاع الفوتوشوب. الجزء التاني هو الجزء اللي هيتحدد بيه طريقه السلكت اللي انت بتبقى عاملها. فانت لما بتيجي توصل هنا بالكومبوزيتور الاساسي اللي هو الفيو بورت بمعنى اصح، بتوصل بيه التولز وبتوصل بيه الكونفيج. الكومبوزيتور ذات نفسه هيبقى كده كده موجود عندك في الميسنج نود، وانت بتجيبها من الكاستمر، من سوري من الميسنج كاستوم، او لما تيجي تشغل الورك فلو. تمام. وهبقى برضو سايب لك اللينك بتاع النود في الديسكريبشن لو انت عايز تحملها لوحدها. يبقى احنا كده خلاص. بص بقى يا سيدي بنستخدمها ازاي. كمثال، احنا خلاص انا مش عايز استخدم نفس المثال دي تاني. تعال نجيب شويه صور ونبدا ان احنا نفوتو مانيبيوليت هنا جوه كونفي من غير ما نستخدم فوتوشوب خالص. يعني تعال نجرب مثلا حاجه زي انهي صوره. الصوره دي جميل. تعال ناخدها كوبي عشان اوريك سهوله الموضوع. تعال نيجي هنا، دي هتبقى الباك جراوند بتاعتنا اول صوره. تمام. تعال اوريك الكيبلز برضه هي متوصله عشان تبقى انت عارف ايه اللي بيحصل ماشي ازاي. اول صوره انا موصلها في ايمج، دي الصوره اللي احنا اخترناها من هنا. لو انا دوست كنترول في بقت هي دي الصوره اللي موجوده جوه لود ايمج. الصورة التانية اللي أنا هستخدمها، مثلا أنا هكتب woman in red hood. أنا عايز صورة تبقى بنفس الستايل ده كده، ومش عايز إن أنا أقعد أدور. ممكن أكتب مثلا إيه فول بودي. عايز مثلا صورة زي دي. في أي حاجة تانية طالعة شكلها أحسن؟ هي دي. كوبي. نيجي هنا بالنسبة للصورة دي وكنترول في، دي كده الصورة التانية اللي هتبقى معانا. الصورة التالتة هكتب مثلا بيج سيلفر اوف. جميل جدا جدا. هناخد مثلا ده شكله كويس قوي. كوبي. ودول كده العناصر بتاعتنا اللي احنا هنستخدمهم في الصوره. نبدا بقى. طب انا كده معايا العناصر، اعمل ايه بعد كده؟ دوس كلمه رن. بص بقى هو بيعمل ايه. اول لما بتدوس رن هو هيبدا يفرغ الكلام ده كله. هو مش هيفرغه طبعا من عنده هو. انا هنا بدخله في ريموف باك جراوند، وبعد كده في ريموف باك جراوند بديله الايمج والماسك بتاعها لو الايمج محتاجه ماسك. ولكن هنا ريموف باك جراوند هو كده كده بيطلع لي الصوره بالالفا، لو انت كنت شفت الفيديو اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في حوار ريموف باك جراوند. جميل. الفيديوهات كلها بتبقى موجوده على القناه، يعني لأن انت اللي تبقى متابع الموضوع هتلاقي كل حاجه موجوده، ما تقلقش يعني. تمام. فهو دلوقتي ادانا الصور كده ووقف البروسيس بتاعه كونفيو اي. طبعا شويه حاجات مبكسله وحاجات مش كواليتي بتاعها كويس، ولكن كل اللي علينا ان احنا مثلا ايه. انا هبدا بالباك جراوند. انا عايز الاطار الاخضر ده الاطار اللي هيظهر فيه الصوره بتاعتك، وعايز البنت تبقى مثلا كبيره شويه كده، هنا مثلا كده. وعايز الولف يبقى هنا وهي هنا. دي الصورة دي كده التوتال بتاع الصورة اللي انا عايز استخدمها. بعد ما بنخلص الجزء دوت، ايه اللي مطلوب منا بقى ان احنا نعمله؟ انا خلص، انا كده تمام، انا مبسوط بالنتيجة دي. اقوم جاي دايس على كلمة كونتينيو هنا. اول لما بتدوس كونتينيو تدخل بقى في البروسيس بتاعتنا احنا بتاعه كنترول نت. من كنترول نت بيبدأ يطلع لها حاجة اسمها ديبس ماب. دي اهم حاجة في الموضوع كله، ان هو ياخد الصورة دي ويطلع منها ديبس ماب. زياده على كده انا بدخله جوه فلورنس علشان يعمل لي ديسكريبشن للصوره اللي موجوده هنا، اللي هو مثلا بنت لابسه ريد هود وفي وولف وفي الفورست ديت.
وبعد كده نيجي بقى للبروسيس بتاعتنا اللي هي الجزء بتاع الكي سامبلر. فانا هسرع الجزء ده واوريك النتيجه على طول عامله ازاي. بس يا زيني، شايف الجمال؟ هو في حاجه تطلع يعني، في حاجه تطلع كده بالسهوله دي كده؟ يعني بص، دي الصوره اللي احنا كنا مدينها له. بص يا جدع، يا جدع، ده انت لو ما تعرفش تستخدم كونفي ده انت تدوس على نفسك دلوقتي وتبدا تستخدمه. حطيت لك انا اللينكات بتاعت الشرح يعني عشان نفيد ونستفيد. تعال نجرب مثال تاني. انت كده فهمت انا الموضوع رايح بينا فين؟ يلا بينا ندخل على مثال كمان. المثال دوت كان في حد كان سألني على الفيسبوك. كان هو شاف ان يعني هو كان عايز يعمل حاجة ليها علاقة بالهندسة، مباني، ويبدأ ان هو يظبط المبنى بتاعه في ان هو يعمل له زي صور مختلفة او باك جراوند مختلفة. تعال نظبط المثال ده. هنيجي هنا مثلا، هنكتب كلمة مودرن هاوس، وهنختار يعني ممكن ايه مثلا الحاجة اللي احنا ممكن تبقى شكلها حلو. ده تقليدي وبنشوفه في كل الديزاينات. في حاجة تانية شكلها قريب منه، هو ده. هندوس كوبي. ده كده هيبقى الباك جراوند بتاعنا. جميل. عايزين بقى نحط عناصر هنا. فتعالى مثلا ناخد ايه، كار. حلوة دي. تعالى ناخد دي كوبي، وتعالى نحط بني ادمين. يعني عايزين people stand standing together. حاجة زي دي. بس احنا عايزين ايه، يعني ممكن حاجة عيلة صغيرة زي كده بس. برضو هناخد دوس هنا، ندوس على كلمة كوبي ايمج، ومن هنا ونفس اللي احنا عملناه بالظبط كده. دي العناصر بتاعت الصورة بتاعتنا. طب نعمل ايه بعد كده؟ ندوس رن. هيقوم جاي واخد الصور دي ومظبطها لنا هنا في الفوتوشوب الصغير بتاعنا. وبعد كده نبدأ نظبط. انا مثلا عايز نبدأ اول حاجة. دايما انا ببدأ بالباك جراوند بتاع الحاجة اللي انا عايزها. فهي كده كده الصورة عشان مش كبيرة قوي، فانا يا دوبك هقوم جاي مظبطها انها تبقى متسنترة. خلي بالك من الجزء ده قوي يعني، حاول على قد ما تقدر. يعني انا بططت شويه كده، بس كده كده هو يعمل لي صوره اي اي جديده، فانا مش التبطيط ده مش هيأثر قوي. تمام. انا عايز دي كده باك جراوند. نيجي بقى، لو انت جيت هنا كده بص، بيرجع لك. لو انت خرجت فاضي بيرجع لك كل حاجه زي ما كانت، عشان لو حاجه جت على حاجه. نود صايعه جدا يعني. تعالى العربيه هنصغرها ونخليها كانها هنا في الطرقه كده. كبرها شويه. واخيرا مجموعه الاشخاص دول طبعا مش هيبقوا بحجم يعني هو كده بالنسبه للفراري مظبوطين. وانا كده خلصت الصوره بتاعتي. طبعا انتوا عارفين النتيجه. هدوس على كلمه رن. اهم حاجه تاني في الموضوع البروسيس دي. لو البروسيس دي طلعت مظبوطه انت كده شغلك طلع تمام. ما طلعتش مظبوطه يبقى انت كده الموضوع يعني ده كده اللي هيطلع لك النتيجه شكلها كويس. وتعالى اوريك النتيجه تطلع عامله ازاي. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، مش كده؟ بص يا سيدي، حاجه كده معموله بفوتوشوب من برنامج الرسام. بص الشادو بتاع العربيه. بص الناس. ظبط لك الصوره من اللي انت عملته اهي. دي ده اللي هو بص اهو. اخر حاجه لو انا عايز العناصر مثلا، بص البيت هنا مش شكل البيت، نفس المساحه ونفس الشكل ونفس كل حاجه، بس مش نفس الستايل ومش نفس اللبس ومش نفس الحاجات دي كلها. لو انا عايز اخد نفس الستايل بالظبط، هاجي هنا واقوم جاي فاتح ريدوكس. يعني اخلي الاثنين يشتغلوا مع بعضهم. بالنسبه للريدوكس، انا هنا هلغي الجزء بتاع ريموف باك جراوند ده، وهسيب كل حاجه زي ما هي. مش هغير اي حاجه، حتى هخلي الستايل نفسه ميديم، مش هخليه اوفر قوي. تمام. وتعال ندوس ريندر مره كمان. بص بقى يا سيدي، بما اننا احنا دخلنا هنا، بس ما تنساش برضو ان احنا عاملين ريدوكس على ميديم. لو انا عايز اطلعها الصوره بالظبط هعملها على هايست مثلا، بس انا برضو ببقى عايز اديله شويه حريه. بص الصوره طلعت كويسه جدا. بس بص بقى المبنى بدانا نقرب ايه من الالوان بتاعه المبنى الاصلي. فاهم الفكره؟ على قد ما نقدر المبنى بقى شبه العربيه. حتى الجزء الاسود اللي كان موجود في العربيه بقى موجود في الجزء ده. عايز اخلي الصوره شبهها اكتر، اقوم جاي مخلي هنا بدل ميديم هايست. تعال اوريك النتيجه عامله ازاي. بص بقى يا سيدي، كده على هايست حاول على قد ما يقدر ان هو يطلع لك الحاجه بقى شبه الصوره الاصليه بالظبط. بص البنت لابسه لبس طبعا مش هي نفس الصوره، لان هو كده كده لازم يظبط لك الشادو ويظبط لك الحاجات دي كلها.
بس الولدين لابسين التيشيرتات نفس الحوار حتى وبيحاول يقرب لك نفس الشبابيك اللي كانت موجوده على قد ما بيقدر. شفت الجمال؟ طيب انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده. الاداه دي ينفع تستخدمها في حاجات كتيره جدا. كده كده انت بتستخدم الكوليكشن بس ده، وبتربطه بقى باي ورك فلو انت عايز تشتغل بيها. جميل. فانا بجيب لكم حاجات كويسه اهو، فما تنساش بقى يعني تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتسيب كومنت ايه رايك في الشغل دوت، علشان نتفاعل شويه في اليوتيوب، عشان اليوتيوب مش عارف ليه بيعاقبني الفتره الفتره ديت يعني، وجاي عليا قوي. فبحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.